لو انتي زي من النوع اللي بيمل بسرعة وبيزهق بسرعة من اي حاجة، مش بيحب دايما حاجة هي ونفس الشكل ونفس اللون، تعالي بقى اقولك هنغير شكل المطبخ بتاعنا بتغيير سهل وبسيط وجميل ومش مكلف، يعني الى حد ما برضو هنغير من المود بتاعنا. لان المطبخ احنا عارفين ان اكتر حاجة بنقف فيها او اكتر مكان بنقف فيه بنقضي فيه اليوم كله هو المطبخ. فلازم يكون نفسيتنا كده مرتاحة، ومن فترة للتانية نجدد فيه كده لو بحاجة بسيطة، يعني مش حاجة مكلفة، بس برضو بيغير المود بتاعنا. تقفي كده فيه حابة الوقفة، حابة الأكلة اللي انتي بتعمليها. أول حاجة هنصلي كده على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا لو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس، عشان هنعمل مع بعض كده الفترة اللي جاية إن شاء الله روتينات كده وحاجات جديدة تشجعيني كده، وكل ما أعمل فيديو جديد يوصلك الإشعار. أول حاجة هنعملها هنتأكد إن الرخام بتاعنا نضيف جدا، يعني تغسليه غسلة كده حلوة بأي حبة صابون سايل أو أي مسحوق عندك، وتغسليه بالليفة كده وتنشفيه، ومش لازم تنشفيه 100%، يعني تخليه مندي شوية. دي كده أول خطوة هنعملها عشان الرخام بتاعنا نتأكد ان مفيش أي حاجة لازقة فيه ولا حاجة. وبعد كده هنجيب ورق الاستيكر دوت. الورق ده بيتباع عند مستلزمات الأدوات المنزلية، او يعني عند اي حد بيبيع الاستيكر او الحاجات دي، او عند بتوع البويات والحدايد ساعات كمان. بس ده بصراحة انا جايباه من عندنا من اسكندرية من منشية. وطبعا اللون اللي انت بتفضليه وبتختاريه او حباه، انا كنت عاملة قبل كده معاكم الاسود، فشلته وحبيت اغير بقى اللون كده وافتح الدنيا شوية كده حواليا، فعملت اللون الابيض دوت. وطبعا اللون ده طالع زي ترند زي ما بيقول اليومين دول، يعني كان من فترة الاسود دلوقتي بقى الابيض. طبعا هنجيبه كده الرول ده 5 متر، هنجيبه كده وهاخد المقاس بتاعه بالظبط، قسته كده على الرخامة بالظبط. وبعد كده هبدأ اجي من اول الرخامة وابدأ احط الاستيكر بتاعي. وهنا بقى في حاجة يعني جميلة جدا، يعني كل الاستيكر ما يطلع معاكي مش مظبوط بتشيليه وتحطيه. يعني انا حطيته وشلته حوالي 4 أو 5 مرات، وكل مرة بيلزق معاكي جميل وما فيهوش اي حاجة خالص. وبطاقة بقى او كارنيه او اي حاجة بتبدأي تسحبي واحدة واحدة كده من ورا، ايد من ورا بتسحب الورقة اللي هي مغلفاه من ورا، وايد بتعمل بالكارنيه او البطاقة. ولو حتة طلعت معاكي مش حلوة او حسيتي ان فيها هوا او حاجة، بتبدأي كده تشيليها تاني بالراحة وترجعيه تاني، بيلزق معاكي خالص ولا اي حاجة. وبيغير معانا شكل المطبخ بتاعنا وبيجدده، يعني اللي يدخل عندك يحس كده ان انت عاملة رخامة جديدة او ان انت عاملة حاجة جديدة. دايما يعني بقى ابسط حاجة نحاول نسعد نفسنا كده. زي ما احنا عارفين الظروف المعيشة دلوقتي ما بقتش قد كده، والدنيا بقت غالية وكل حاجة، بس برضو يعني هنعمل ايه، لازم نتعايش مع الوضع اللي احنا فيه، ومن وقت للتاني كده نجدد روحنا بحاجة جديدة، ومهما تكون بسيطة بس برضو والله صدقيني هتفرق معاكي. يعني مش هي حاجة صغيرة وحاجة مش مكلفة، بس والله هتغير في المود بتاعك. وادي الرخامة التانية بتاعة المطبخ برضو، بتاعة الجنب التاني الحوض، انا كنت عاملة عليها الاستيكر برضو الاسود، حتى لسه في بقية فتافيت عادي خالص مش هتأثر معانا. برضو غسلناها برضو كويس ونشفتها. ويعني بصي على قد ما تقدري، انا طلعت طبعا الاستيكر القديم بقالي فترة، بس برضو دي اثار بسيطة خالص، مش هيفرق مش هيأثر معانا ولا هيبان ولا اي حاجة. وبرضو نفس الحكاية جبت الاستيكر بتاعي، هاخد برضو المقاس وهبدأ نفس اللي عملته في الرخامة التانية هو اللي هعمله هنا. وطبعا انت لو معاكي قطر او موز بيبقى بيسهل عليكي اسهل، بس انا معيش بصراحة او مش عندي يعني قطر او موز، فبقيت اقص بالمقص. يعني احنا مش هنقف على حاجة. وزي ما قلتلك التجديد مش لازم ان انت تجددي تجيبي حاجات غالية ومكلفة وتزنقي نفسك وتكلفي نفسك. لا، بقى ابسط حاجة ممكن تعمليها ممكن تغير المود بتاعك خالص. يعني هو مجرد لو انت مثلا الرول دوت مثلا انت المسافة عندك او المساحة عندك صغيرة، ممكن تجيبي اللي هو المترين بس، او حتة الرخامة بتاعتك صغيرة ممكن تجيبي اللي هو المترين بس وتعمليه بنفس الطريقة. هتغيري ممكن تجددي بيه، ممكن تجددي دولاب المطبخ، ممكن تحطيه على التلاجة، ممكن تعملي بيه اي حاجة. هيفرق معاكي، هيغير في مودك. زي ما قلتلك حاولي كده احنا نسعد نفسنا بنفسنا،
في الدنيا الغالية ديت كده نحاول يعني الى حد ما او على قد ما نقدر ان احنا برضو اهو نغير الشكل شوية. وزي ما انتي شايفة كده بدأت برضو احطه على اول الرخامة وهسحب بالراحة خالص، واحدة واحدة الايد من تحت بتسحب والايد التانية بتساوي. وزي ما انتي شايفة حتة اتكلكعت معايا بشيلها واحط غيرها عادي، واشيلها واحط والزقها تاني عادي خالص. وطبعا الالوان دي بتاعتك، يعني انت حابه الالوان الفاتحه او غامقه براحتك. هنا انا خلصت خلاص الرخام بتاعي الاتنين هنا وهنا. بدات بقى مادام هو كده يعني نظافه بالمره، قلت بقى انضف بقى الدنيا كده حواليا بالمره. طبعا دي الصفايه بتاعت الاطباق بتاعتنا برضو غسلتها شطفتها. هي بصراحه يعني انا ايدي فيها على طول، بس برضو قلت ايه شطفه على السريع كده، بما اننا بقى بنجدد عشان نحس ان احنا عملنا حاجه وغيرنا حاجه. فقلت ايه اشطفها كده معايا واصفيها قبل ما احط فيها الطباق والحاجات جنبي. وهنا الحوض برضو انا عملت بس يعني الحوض حاولت ان انا افرغ حواليه. وتسيبي حته شويه يعني ما تقصيش بالظبط، يعني بحيث ان انت تتنيها على حرف الحوض كده. يعني بتطول معاكي فتره الاستيكر شويه في المكان دوت، لان المكان دوت من الاماكن اللي على طول فيها ميه. اول حاجه بتبوظ هي الحته ديت. فانا بصي زي ما انت شايفه كده انا تنيت كده الاستيكر شويه، فهيطول معايا الفتره، يعني ممكن يقعد كده اسبوعين 3 وبعد كده ابقى اقصها الحته دي. وكده ادي الصفايه بتاعتي بقى غسلتها، وادي الكوبايات وشطفت كل حاجه كده بالمره. نظافه بنظافه بقى عشان احس ان انا عملت حاجه في المطبخ كده. وادي المعالق، وادي الحوض بتاعنا شطفناه كده وزي الفل زي ما انت شايفه كده. وكل ما الاقي حاجه طبعا هغسلها مش هسيبه، يعني انا هطلع من المطبخ ده احلى احساس بنوصل له بقى ان الحوض بتاعنا بيبقى فله كده. ودي رفوف ايكيا انا عملتها، انا اللي عاملاها. حته خشبيه كده كانت عندي وقصيتها بالمنشار عادي على ايدي ورحت عاملاها زي ما انت شفتيها كده. رفوف ايكيا ولا مش هي؟ بحته خشبه كانت مرميه يعني ملهاش اي لازمه. وبرضو بقى معايا حته ستيكر من ديت رحت احطها كده عليها من فوق، وهي بقت بالشكل الجميل دوت. وده الركن عملته كده للشاي والسكر والكاتل، بقى يعني زي كافي كورنر كده. وادي كده دي عملت واحد تاني للبهارات. وادي الرخامة بتاعتي بقت بالشكل الجميل دوت. وعملت خشبة التقطيع كمان او البوردة بتاعت التقطيع عملتها بنفس الستيكر كده. وغيرت شكل مطبخي وجددته وخليته شكله حلو قوي ومريح واهو. يعني على قد ما اقدر تغيير بامكانياتي البسيطة برضو غيرت المود وغيرت الشكل خالص. واتمنى الفكرة النهاردة تكون عجبتك واستفدتي منها. ويلا تشجعي كده بقى وغيري مطبخك بأقل الامكانيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.